بقينا كنسمعوا العقار هو اللي فيه الفلوس، حتى ولينا كنشوفوا في الحيوط بحال شي كنز بعيد علينا. كتقول مع راسك انا يلاه مقاتل مع الكرا، فين غنبان انا في هاد الشيء؟ سمعني مزيان، كاين واحد السيستيم في المغرب مخبي على بزاف ديال الناس، كيخليك تدخل للعقار وانت جالس في بلاصتك وبثمن قل من قهوه وساندويتش. بزاف منا ملي كيهضروا على العقار كيمشي بالهم لشي شقه في السكن الاقتصادي ب 25 مليون، ولا بقعه ارضيه في الحواشي ديال المدينه. كيشوف الحساب في البنكه فيه 2000 درهم وكيتنهد، كيقول هادشي ماشي ديالي، هادشي ديال مالين الشكاره. لكن الحقيقه اللي ما بغاوكش تعرفها هي ان العقار تبدل، السيستيم تغير. ما بقاش ضروري تشري الحيط باش تربح من الحيط، تقدر تكون مساهم في مشاريع عقاريه ضخمه في المغرب، كتدخل الفلوس من الكرا كل شهر وانت داخل معاهم غير بسهم واحد بثمن بسيط بزاف. شوف، المشكل الكبير اللي طايحين فيه المغاربه هو عقليه الساروت. كبرنا وحنا كنسمعوا شري دارك باش تستر راسك، هادشي زوين، ولكن ملي كنهضروا على الاستثمار هاد العقليه كتولي حبس. باش تشري دار وتكريها خاصك اولا تجمع لابور، خاصك تتقاتل مع الكريدي 25 عام، خاصك تقلب على الكراي وتبقى تجري موراه باش يخلصك، وتخاف لا يهرس لك الحيوط ولا يخرج لك بشي دعوه قضائيه، وفي الاخر كاع هاد التماره على ود واحد 1500 ولا 2000 درهم ديال الربح الصافي. هادشي الا خلصك. هاد السيرك كله كيخلي الدرويش كيبقى ديما بعيد، كيبقى كيشوف في العقارات كيطلعوا في السماء وقيمتهم كتزاد كل عام، وهو كيتفرج حيت ما عندوش دخله. لو تيكي دونطري، هاد الاقصاء المالي هو اللي كيخلي الطبقه الكادحه تبقى كادحه، العقار كيغلى والخلصه كتبقى هي والهوه كتزاد. علاش كنخافوا من البدائل؟ علاش كيبان لينا الاستثمار ب100 درهم بحال شي كذبه؟ حيت السيستيم ربانا على ان فلوسك خاصك تلمسها بيدك، خاصك تشوف الحيط، تقيس الصباغه وتشوف الساروت في جيبك. هاد الحاجه النفسيه للامان المادي هي اللي كتعطلنا. كنخافوا من البورصه ولا من الصناديق الاستثماريه حيت كتبان لينا غير ارقام في واحد الشاشه، ولكن فكر فيها مزيان. واش امن ليك تشري شقه واحده في حي شعبي وتغامر بكريدي كله، ولا تكون شريك في 50 عماره وبيرو ومحل تجاري مفرقين على كاع المدن المغرب؟ الخوف هو اللي كيخليك تخلي ديك 100 درهم تضيع في قهوه ولا في شي حاجه تافهه، عوض ما تردها طوبه في واحد الحيط كينتج الفلوس. الفرق بين المستثمر والدرويش هو ان المستثمر كيفكر في العائد، لو روندمون، والدرويش كيفكر في الملكيه، لا بوسيسيون. تخيل معايا محمد خدام ب 4500 درهم، كاري ب 1800 درهم، كيشيط ليه في الاخر ديال الشهر واحد 200 درهم ولا 300 درهم. محمد كيحلم يشري دار، ولكن ملي كيمشي يسول في البنك كيقولوا ليه القدره الشرائيه ديالك ما كتسمحش. محمد كيخرج محطم وكيمشي يصرف ديك 300 درهم في شي خروج خاوي، كيقول مع راسو اصلا ما غندير والو. دابا تخيل كون محمد عرف باللي ديك 100 درهم يقدر يشري بها سهم اراضي كابيتال ولا ايمورينت انفست. هادو شركات مغربيه حقيقيه كيمتلكوا اسواق تجاريه بحال ليبل في ولا كارفور، وكيمتلكوا مكاتب لشركات دوليه كبار. ملي دوك الشركات كيخلصوا الكرا محمد كياكل معاهم الطرف. عوض ما محمد يبقى كيحلم بدار اللي غتجي من هنا 20 عام، يقدر يولي مول الكروه من دابا ب100 درهم اليوم و100 درهم الشهر الجاي، كيبني واحد الجبل ديال العقار بلا ما يحس بالضغط. دابا كيفاش غتطبق هادشي؟ الحل سميتو OPCI ولا الشركات العقاريه المدرجه في البورصه. هاد السيستم هو اللي كيجمع الفلوس ديال بزاف د الناس وكيشريو بهم عقارات كبار، بيروات، فنادق، محلات تجاريه، والربح اللي كيجي من الكرا كيتقسم على كل واحد على حساب شحال من سهم عنده. الخطوات بسيطه: واحد، حل حساب كونت تيتر في البنكه ديالك ولا عند وسيط بورصه. جوج، حط ديك 100 ولا 200 درهم اللي كنتي غتضيعها. 3، اختار الشركات اللي خدامه في العقار التجاري بحال اللي ذكرنا. 4، شري السهم ديالك. شوف، ما بقاش عندك العذر، العقار ما بقاش محبوس على اصحاب الكرافاتات. ب100 درهم تقدر تبدا. المهم هو الفعل، المهم هو تخرج من العقليه ديال المستهلك وتدخل للعقليه ديال الشريك. العقار في المغرب كيتزاد كل نهار، واش غتبقى غير كتفرج فيه ولا غتاخد فيه ولو طوبه واحده؟ الا بغيتي نزيدو نشرحوا كيفاش تختار احسن هاد الشركات ونشوفوا لا فيش تكنيك ديالهم، خليها ليا في كومونتير.
ما تنساش ورك على ديك البوطونة الحمراء وخلي لايك باش ننشروا الوعي المالي ونشجعوا ولاد بلادنا